بركاته. لا تويا هتقول لكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمله فرخة محشية، بس ايه في الجمال. رمضان كريم. النهارده واحده فرخه محشيه بالفريك، بس ايه على طريقه والدتي، يعني الطريقه السعديه. يلا بينا اقول لكم على الطريقه. اول حاجه كانت ماسكه الفريك بتاعي غسلاه ومصفياه كويس جدا. طبعا كنت منقياه. يا جماعه حاولوا تنقوا الفريك تبصوا فيه كويس قوي عشان ما يكونش فيه زلط او طوب او اي حاجه. المهم نقيته كويس جدا ومسكته غسلته غسله حلوه جدا وصفيته بالمصفى الضيقه خالص اللي انتوا عارفينها دي. المهم بعمل ايه بعد كده؟ بنزل عليه بحوالي مج ميه، بنزل عليه بمج ميه زي ما انتم شايفين كده، وهقول لكم ليه. عارفه ان في ناس بتنقعه، انا ما بنقعهوش. تعالوا شوفوا الطريقه. باخده بقى بشويه الميه دي وارفعه على النار زي ما انتم شايفين. بديله مش سلقه، يعني مش هيتسلق، لا ده انا هسيبه لغايه ما الميه دي تنشف خالص. بصوا اهو الميه نشفت خالص، مش بسلق بقى واصفي وارجع اشوح، لا ما بديهوش ميه ياما عشان كده، عشان يستوي في ميته وينشف ويشرب ميته. وهو على النار كده بنزل عليه بشويه ملح وفلفل اسمر وجوز الطيب مطحونه بس، وطبعا معلقه سمنه حلوه. بتحطي زبده حطي، بتحطي سمنه علب حطي، بتحطي سمنه فلاحي زي ما تحبوا. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه تاني. عندي بوله صغيره جبتها، حطيت فيها معلقه سمنه، نزلت عليها بفلفل اسمر وشويه ملح. هدوب كل دوت في بعض كويس جدا. جيبي الفرخه يا دود، وجبنا الفرخه عملنا لها بالخليط دوت اللي هو السمنه والملح مساج، دهناها من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. يلا بينا نحشيها. هنجيب بقى الفريك وهنبدا نحشيها. انا همسكها واقفه عشان بدخل الفريك جوه جدا، عشان دايما لما بحشيها بحب المنطقه اللي بره تبقى فاضيه. يعني هشاور اهو المنطقه دي تبقى فاضيه عشان لما تنزل في الشوربه الفريك ما يطلعش من فرختي. وهبدا بقى اقفلها زي ما انتم عارفين التقفيله اللي احنا متعودين عليها، وانضفها كويس قوي من الفريك من بره، وابدا انزلها في الشوربه. لما بنزلها في الشوربه بنزلها من رجليها. بصوا من رجليها ليه؟ عشان تتقفل على طول وما تطلعش منها الفريك. لما شوربتي بتبقى سخنه بتقفل على طول. هنا كانت استوت وبدات بقى اطلعها. خلي بالكم بغيب عليها شويه عشان هي فرخه بلدي بتاخد وقت شويه في السوا. طاستي كانت على النار وهبدا انزل عليها وامسكها بقى ايه، اشوحها تشويحه حلوه. يلا بينا يلا بينا. طبعا الطاسه الزيت كان سخن والفراخ كانت لسه طالعه مطرحها شوربه فطرطشت شويه وملت البوتاجاز، مش مشكله. المهم بقى هاخدها من كل جانب كده واحده واحده، من الصدر والظهر ومن جنب الورك ده ومن جنب الورك ده، تشويحه كويس جدا. بعد كده هعدلها على الصدر بتاعها وهدهنها صلصه. حلو الكلام حلو الكلام. هجيب طاسه بتاعتي او صينيه بيتزا او اي حاجه وامسكها اشيلها واحطها فيها، ويلا بينا ادخلها الفرن تحت الشوايه. وهنا كانت طلعت تحت الشوايه بس يا بنات مش اكتر. عايزه اقول لكم سكر، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا فراخ مسكره. كل سنه وانتوا طيبين، هتوحشوني. باي باي.